الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إني ببابك قد بسطت يدي، هل لي ألوذ به إلاك يا سندي، إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، هل لي ألوذ به إلاك يا سندي، إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، هل لي ألوذ به إلاك يا سندي، إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، يتودد إلينا بالنعم ويتحبب، ونحن الفقراء إليه، فنحن في نعم الله نتقلب وهو إلينا يتودد. آل ذكره آل مجالسته، آل أنسه آل شكره. أنا جليس من ذكرني، هكذا بشرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة في الحديث القدسي، وهكذا يبشرنا دائما سيدنا بكل جميل، بكل خير، بكل حب، بكل بشارة تنعم بها القلوب وتهدأ بها النفوس. ودائما نصلي عليه ونسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بحضراتكم، وأحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا، من هذا الرحاب الطاهر، من مسجد الإمام الليث ابن سعد بمسبيرو بالهيئة الوطنية للإعلام، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم، ونستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم
ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا
يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا
والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك صل وسلم وبارك عليه. لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك صل وسلم وبارك عليه. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا رب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين.
والله عليم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله.
وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق يرتفع الآن أذان الحق في سماء القاهرة من مسجد الإمام الليث بن سعد من هنا من مسبيرو من الهيئة الوطنية للإعلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته. ستظل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ملهمة لنا في كل وقت وآن وحين، تتجدد معانيها ومقاصدها. الهجرة كانت هجرة من ضيق الأرض إلى سعة السماوات، ومن الضعف الإنساني إلى النصرة الإلهية والقوة الربانية. نعم، سيدنا على مشارف مكة مهاجرا ينظر إلى مكة قائلا: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. نعم، فقه الهجرة نتعلم منه ونجدد من واحته الفيحاء ما يعيننا على السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، نحب أوطاننا ونجدد هذا الحب في قلوبنا. الهجرة كانت إلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. بنى الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان في مكة في 13 عاما، ارتقى بالصحابة إلى مقام الإحسان، ثم هاجر إلى المدينة. كانت يثرب من قبل هجرتكم، وأصبحت طيبة من بعد لقياك. بنى العمران هناك، وبنى الدولة، وبنى الأمة. واليوم نستحضر ما قاله سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لذلك ستكون خطبة اليوم بعنوان فقه الهجرة إلى الله، والتوعية بأن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى متحققة بهجر القلب والجوارح لكل ما يبغض الله تعالى إلى كل ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه لنا. بعد أن فرغ المصلون هنا من أداء ركعتي السنة، يصعد فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر والأوقاف ليخطب خطبة اليوم: فقه الهجرة إلى الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين سبحانه ما لنا رب سواه لا مانع لما أعطاه ولا مظهر لما أخفاه لا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه ولا يقال لغيره يا الله اطلب بطاعته رضاه فإنه يعطي السائلين رضاه واسأله مسألة المحب فإنما مبسوطة للسائلين يداه سبحانه هو الواحد لا من قلة وهو الموجود لا من علة ملأ الوجود جوده ولا ينكر بين الخلق وجوده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد السادات وخير البريات سفينة التوحيد التي لا شاطئ لها ركبانها محمد وسيدها محمد وقائدها محمد وفي يوم القيامة ليس لنا إلا طريق محمد يقول رب محمد لمحمد يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. بلغ العلا بكماله صلى الله عليه وسلم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت وعظمت وكملت وجملت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وبعد أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام من كل عام
نحتفل جميعا بذكرى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما أذن رب العالمين لحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق الذي قال لسيدنا رسول الله: الصحبة الصحبة يا رسول الله. ترك الصديق الأهل والمال والديار ليخرج مهاجرا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي طريقهما إلى الغار إذ بسيدنا رسول الله ينظر إلى الصديق فيرى الصديق يسير عن يمينه مرة وعن يساره مرة ومن أمامه مرة ومن خلفه مرة، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع الصديق: ما حملك على هذا يا أبا بكر؟ فيقول الصديق للصادق صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كلما تخيلت أن القوم قد يأتوا عن يمينك سرت عن يمينك، وكلما تخيلت أن القوم قد يأتوا عن يسارك سرت عن يسارك، وكلما تخيلت أن القوم قد يأتوا من أمامك سرت أمامك، وكلما تخيلت أن القوم قد يأتوا من خلفك سرت خلفك. يا رسول الله، لو هلكت أنا الصديق صاحب التجارة وصاحب المال وصاحب الأهل والجاه، يا رسول الله لو هلكت أنا لهلك واحد من الأمة، ولو هلكت أنت يا رسول الله لهلكت الأمة. انظروا إلى هذا الدرس العظيم من دروس الهجرة. انظروا إلى الصديق وهو يجعل من نفسه درعا واقيا لحماية رسول الله، يفتدي رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الغار، فنزل الصديق قبل رسول الله يتفقد الغار، حتى نزل النبي مع الصديق ونام النبي على فخذ الصديق حتى أفاق النبي من نومه والصديق يرتعد. فتعجب النبي فإذ به يرتعد، الصديق يرتعد خوفا على رسول الله، لأن القوم قد جاءوا على باب الغار أو على فتحة الغار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الصديق لرسول الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، أو لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فإذ بسيدنا رسول الله يعلمنا درسا آخر من دروس الهجرة، من فقه الهجرة لرسول الله. يقول لصاحبه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فمعية الله لا تترك عبدا من عباده. إذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منها الدروس والعبر. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك الإمام علي ينام في مكانه، يقول له وهو يعلم سيدنا الإمام علي أن صاحب هذا المكان قد أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم،
ومع ذلك يقول حضرة النبي لسيدنا الإمام علي: يا علي، نم في فراشي وتسجى ببردي الأخضر الحضرمي، فوالله لن يخلص إليك مكروه يا علي. ونام سيدنا الإمام علي، نام في مكان سيدنا رسول الله، وتسجى ببرد رسول الله، تغطى بغطاء رسول الله، وهو على يقين أن الله عز وجل سينجيه، لأنه آمن برسول الله، ولأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصابه مكروه بحديث رسول الله وبكلام رسول الله. أيها الأحبة، من فقه الهجرة أن العبد يهجر ما نهى الله عنه، كما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا أردت أن تكون مهاجرا في هذه الأيام، وإذا أردت أن تهاجر كما هاجر سيدنا سيد الأنام، فعليك الآن أن تهجر ما نهى الله عنه، عليك الآن أن تهجر الذنوب والمعاصي إلى الطاعة والعبادة، فربنا سبحانه وتعالى خلقنا لطاعته وعبادته. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعليك أن تهجر الذنوب والمعاصي إلى الطاعة والعبادة، عليك أن تترك الأخلاق الرذيلة إلى الأخلاق الفاضلة التي أمرنا بها رب العالمين سبحانه وتعالى، والتي رغبنا فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. اجعل هذه هجرة لله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اجعلها هجرة لله، أن تهجر كل ما نهى الله عنه ونهى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى ما أمرنا به رب العالمين وحثنا ورغبنا فيه سيدنا سيد النبيين. اهجر البعد عن الطاعة والعبادة إلى العودة إلى الطاعة والعبادة، فأنت مخلوق للطاعة والعبادة. لم نخلق عبثا، ولم نخلق بدون قصد، ولم نخلق بدون غرض. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا إلى من؟ إلى الله، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فعلى العبد منا أن يعقد العزم الآن في بداية عام هجري جديد أن يهجر الذنوب والمعاصي، وأن يبتعد عن الذنوب والمعاصي، وأن يعود إلى الطاعة والعبادة، وأن يجدد النية في هذه الهجرة أنه يهاجر هذه الهجرة هجرة لله، وهجرة من أجل سيدنا رسول الله، وإحياء لحادثة الهجرة مع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم يقينا وأنه يهجر الذنوب والمعاصي أنه سيثاب من ربه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيأجره على هذه النية، على النية الطيبة. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية،
نية صالحة، نية عمل طيب يتقرب به العبد إلى ربه ومولاه، يحيي العبد به سنة نبيه ومصطفاه، أن يهجر الذنوب والمعاصي إلى الطاعة والعبادة، وأن يعلم يقينا أنه حينما يتحول العبد منا من الذنب والمعصية إلى الطاعة والعبادة، فرب العالمين سبحانه وتعالى يتحول لعبده من العقوبة إلى العافية، ورب العالمين سبحانه يتحول لعبده من الذل إلى العز، ورب العالمين سبحانه يتحول لعبده من الضيق إلى السعة. فقد جاء في الحديث القدسي الذي ذكره النبي عن الرب العلي أنه قال: وعزتي وجلالي لو أن عبدا من عبيدي كان على ما أحب، يعني كان على الطاعة والعبادة، ثم انتقل إلى ما أكره، يعني إلى المعصية، لانتقلت له مما يحب إلى ما يكره. ولو أن عبدا من عبيدي كان على ما أكره، يعني على الذنب والمعصية، ثم انتقل إلى ما أحب، لانتقلت له مما يكره إلى ما يحب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة رب العباد، فإن الإله سريع النقم. لا بد وأن نهجر الذنب والمعصية، وأن نعود إلى الطاعة والعبادة. سيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان طفلا صغيرا، رآه سيدنا الإمام مالك، فنظر سيدنا الإمام مالك صاحب المذهب، نظر إلى هذا الطفل محمد بن إدريس فقال له: يا بني، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. الإمام الشافعي صاحب المذهب لما كبر رضي الله عنه وأرضاه كان ينظر إلى الصفحة في الكتاب يحفظها من نظرة واحدة، نظرة يحفظ الإمام الشافعي: واتقوا الله ويعلمكم الله. كان يحفظ الصفحة من نظرة واحدة من شدة التقوى والطاعة والعبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر. أحمده وأصلي وأسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر الشفيع المشفع في أرض المحشر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي إلى يوم المستقر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق سيدنا محمد. وبعد، أحبتي في الله، كما ذكرت لحضراتكم أن من الهجرة أن يهجر العبد ما نهى الله عنه، وهذا من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم أن الإمام الشافعي كان ينظر إلى الصفحة فيحفظها من نظرة، حتى ضعف الحفظ عند الإمام الشافعي، فذهب إلى أستاذه وكيع وشكى له من ضعف حفظه، فنصحه الإمام وكيع، فأنشد سيدنا الإمام الشافعي الشاعر، أنشد يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومما نهى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن في هذه الأيام في أيام امتحانات آخر العام،
نهى ربنا ونهى نبينا ونهى ديننا عن الغش، وهذا ما يجب علينا أن نعلمه لأبنائنا منذ الصغر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حينما مر على رجل يبيع سلعة من السلع، فوضع النبي يده في السلعة فأصابها البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا البلل؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، ماء المطر أو ماء الندى. فقال النبي: هلا أظهرته؟ مش تطلعه وتظهره عشان الناس اللي هتشتري تشوف وتعرف؟ هلا أظهرته أو هلا بينته؟ ثم قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا، وده في كل المجالات، في كل مجالات الحياة، في كل التعاملات، من غشنا فليس منا. وفي لفظ آخر: من غش فليس مني، فليس من رسول الله، وليس من أتباع رسول الله، وليس من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. لذا يجب علينا أن نعلم هذا لأبنائنا، أن نرسخ هذا المبدأ، أن هذا الغش ليس من الإسلام ولا يدعو إليه الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من هؤلاء. هذه دروس من الهجرة يجب أن نتعلمها وأن نعلمها لأبنائنا. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة التي نورت بنور رسول الله، طيبة التي طيبت وتعطرت بسيدنا رسول الله، لما وصل إليها خرج الأنصار لرسول الله بالورود والرياحين، خرجوا بأصوات الأناشيد يقولون لرسول الله: طلع البدر علينا صلى الله عليه وسلم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. خرجوا فرحين برسول الله، خرجوا فرحين بمقدم سيدنا رسول الله، نورت المدينة بنور سيدنا رسول الله، وتعطرت المدينة برائحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. وكان أيضا من دروس الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، درس من الدروس المهمة يجب أن نتعلم ذلك من هجرة سيدنا رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا بسيدنا رسول الله في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل فرقنا من بعده فرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك يا ربنا من جاء إلى هذا المكان أو حضر معنا أو استمع إلينا، جاء وفي نفسه حاجة وله رجاء أو دعاء أو سؤال، فحقق لكل سائل منا سؤله يا رب العالمين، واستجب لكل داع دعوته يا أكرم الأكرمين. اللهم رد إلينا غائبنا، اللهم رد إلينا غائبنا، واجمعنا بأحبائنا، واهد لنا أبناءنا، واشف لنا مريضنا. اللهم اشف لنا مريضنا، اللهم اشف لنا مريضنا. اللهم يا رب الركن والمقام، ويا رب المشعر الحرام، ويا رب البيت الحرام، ارزقنا جميعا حج بيتك الحرام، وارزقنا صلاة في روضة حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وعلى آل محمد. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث لتفعلوها وتقتربوا منها، وينهاكم عن ثلاث لتجتنبوها وتبتعدوا عنها. إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. عبد الله أرحنا بالصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا، أقبلوا على الله بقلوبكم وصلوا صلاة مودع يرحمنا ويرحمكم الله. قدم في القدم والكتف في الكتف، يستوي الصف إن شاء الله. النظر محل السجود، والنية محلها القلب، والتكبير في السر. سلوا الله في سجودكم فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. استقيموا واستووا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم منك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم الصلاة وكل ما نتقرب به إليك يا إلهي. وهكذا نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هنا من مسجد الإمام الليث بن سعد من مسبيرو بالهيئة الوطنية للإعلام. كل عام وأنتم بخير، دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. لا إله إلا أنت رب العالمين.
العظيم